سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. حبيباتي اليوم وليت لكم بعد غياب طويل، ما شدني عليكم غير ما هو اقوى حبيباتي. هنا وليت معكم بحاجة حلوة وخفيفة وظريفة، توالم سهرات ولا تحليات رمضان كما راكم تشوفوا فيها تحلية الكراميل بزاف بزاف بنينة. ما نطولش على خياتي، نروح مباشرة للوصفة وطريقة التحضير. هنا حبيباتي في بدء الامر هنا عندي كاس تاع بودره الشونتي اللي نكون درتها في فريجيدار البنات باش تعاوننا تطلع لنا بالخف، لخاطر الشونتي تاع هاد اليامات راهي تجي كيما نقولوا كارثه معمره بالسكر وما تطلعش بالخف، يعني ديروها في فريجيدار باش هي تاني تكون بارده. عندي حبيباتي زوج علب من الفلون، هذا كراميل اللي راكم تشوفوا فيه، يعني اي نوعيه هذا ولا تاع صومام كيما حبيتوا، المهم يكون بذوق الكراميل باش نكملوا في نفس المذاق. هنا حبيباتي نهبط هاد الزوج علب تاوعي، وفي هذه المرحله حبيباتي حبيتوا تزيدوا لها عطر الكراميل تقدروا تزيدوه، انا ما زدتوش اكتفيت بهذا الذوق تاع الفلون. ونزيد معهم كاس حليب بارد ونبداو نطلعوا في الكريمه تاعنا. قلت لكم كامل المكونات البنات خلوهم يبردوا في الفريجيدار تري بيان باش يعاونونا ويطلعوا لنا الكريمه تاعنا تولينا قوام هايل. هنا نطلع الكريمه تاعي حتى نشوفها بدات تتقال معايا، يعني مش حتتقال بزاف باسكو درنا كاس تاع حليب مع زوج بيض تاع الفلون. هاوليك القوام تاعها البنات كيفاش يجي، تجي بهذا القوام. اللي حبت تعزز نكهه الكراميل تقدر تزيد لاغوم تاع الكراميل ولا عطر الكراميل. هاي ليك حبيبتي الكريمه تاعنا هي واجده. هنا كانوا عندي زوج حبات تاع البنان اللي كنت قطعتهم هكا، اللي راني نقطع فيهم عفوا هكا قطع صغار ولا دي بتي دي اللي راني حنديرهم في التحليه تاعنا. هنا البنات البنان حيعطيها بنه هايله، يعني حيعزز لنا ذوق التحليه تاعنا كراف تجي بنينه. واللي ما كانتش عندها بيان سور راح تصوتي هاد المرحله كما نقولوا. هنا نقطع البنانه تاوعي ونعصر عليهم عصره تاع قارص باش ما يتاكسدناش البنان وما يكحلش في التحليه، يعني كي نقدموا التحليه تاعنا ميم تقعد مده طويله حيقعد البنان تاعنا هكا بهذا اللون شباب. هنا حبيباتي عصرت عليهم هذيك العصره تاع القارص ونروح مباشره نرميهم في الكريمه تاعي. فوالا هنا قلت لكم درت زوج حبيبات، اللي حبيت تزيدي الكميه زيديها، حبيتي تنقصي نقصيها، حبيتي تستغني عليها، يعني كل وحده والمقدور تاعها. هنا حبيباتي دخلت هذاك البنان في الكريمه تاعي ونعاود ندخلها الفريجيدار باش تحكم هذاك القوام تاعها المليح. نجيب لي فيغين تاعي كيما راكم تشوفوا، جبت هذه النوعيه تاع البسكوي، هي رخيصه البنات وماشي حلوه، يعني تجي هايله في التحليات ما تكونش حلوه بزاف. وهنا عندي براس تاع قهوه ولا نسكافيه كيما حبيتوا اللي كان متوفر مع عندكم، يعني جود بالموجود. نجي نغطس هكا الكاطو تاعي ونديرو كطبقه ولا كقاعده في التحليه تاعنا. هنا البنات انا قهوه ما زدتلهاش السكر، يعني باش نكاسيو هذيك الحلاوه خليتها مره. نكمل لي فيغين تاعي بهذه الطريقه ونجيب الكريمه اللي كنت دخلتها للفريجيدار زادت شدت روحها ونعمروا لي فيغين تاعنا بهذه الطريقه. انا حين نرفدوا بيان سور هذوك لي بتي دي تاع البنان، واللي حبت ديرها في لابوش تقدر ديرها في لابوش وتقطع الفم تاعها كبير وتبوشيها هكايا. انا درت غير بالمغرف يعني فيت في باش نكملوها، درت هكا بالمغرف عمرت لي فيغين تاوعي. والبنات حتخرج لكم كميه ما شاء الله، يعني ما خرجتليش غير هاد السته تاع لي فيغين، خرجت لي اكثر. دوك في اخر الفيديو حنوري لكم شحال خرجت لي، يعني تحليه حتخرج لنا كيما نقولوا زاكيه. فوالا هنا حبيباتي كملت عمرت هذوك لي فيغين تاوعي، دخلتهم الفريجيدار وجست مباشره نحضر الكراميل. هنا درت كاس الا ربع تاع السكر اللي درتو في الكاسرونه هكا ودرتو على نار هاديه. كي نشوفوه بدا يدبال حي على بدا يدبال ما ديروش عليا، بدا يذوب ندخلو مغرف هكا، من الافضل تكون مغرف ولا ملعقه خشبيه اللي نعاونوا بها السكر تاعنا حتى يذوب تماما. هنا كي نشوف السكر تاعي كيما راكم تشوفوا فيه داب كومبليتوم، راني حنزيد له نص كاس تاع حليب سخون اللي ندير فيه مغرف صغيره تاع نشا. نعاود لكم البنات، نص كاس تاع حليب فيه مغرف صغيره تاع نشا. من الافضل الحليب يكون سخون باش ينقص لنا هذاك التفاعل تاع البارد والساخن، يعني شوف خوا ما يجمدناش السكر. كيما راكم تشوفوا تمتم حيعاود يتحل معايا هذاك السكر. فوالا نكمل نخلط بهذه الطريقه حتى نشوف السكر تاعي عاود داب، ندير له مغرف صغيره تاع زبده كيف ندخلها في الحراره حتذوب لي تمتم.
وباش نعززوا ذوق الكراميل تاعنا نديروا لها هذيك القرصه تاع الملح اللي هي ضروريه البنات، حتبرز لكم ذوق الكراميل بشكل رائع، يعني ما تنسوهاش. وفي الاخير حنضيف لها علبه تاع فلون بذوق الكراميل وندخلها ونطفي عليها البنات. يعني في هذه المرحله راني مطفيه على النار، الكراميل راهي سخونه هي اللي حتذوب لي هذاك الفلون تاعي. هاي لك حبيباتي، هاوليك القوام تاع الكراميل تاعنا كيفاش يجي، يعني يجي قوام هايل. هنا راهي سخونه البنات، كي يبرد حيزيد يشد روحو. انا نخليها تبرد لو طون لي نروح نشوف التحليه تاعي. بعد ما خرجت التحليه، شوفوا البنات يعني راهي بارده التحليه تاعي. الكراميل تاعي هاوليك القوام تاعها كي بردت، يجي روعه البنات. هاد الكراميل يعني وصفه ناجحه 100%، ما تصلح لكامل التحليات. هنا البنات بعد ما كملت كامل لي زيتاب تاع التحليه تاعي، نجيب شويه تاع مكسرات. انا هنا كان عندي شويه تاع الجوز، يعني هاد المرحله اختياريه البنات، ديريها باي مكسرات كانت عندكم، كاوكاو، جوز، لوز، كيما حبيتو. وإلا ما كانش تقدروا تستغناو عليها ولا ديروا شويه تاع لانوات كوكو. انا هنا كانت عندي شويه تاع الجوز كيما راكم تشوفوا، اللي كنت هكا فرشتها فوق الوجه تاع التحليه تاعي، ونروح ندير لها طبقه من الكراميل. الكراميل البنات هذه تجي بزاف بنينه، برك ما تنساولهاش هذيك القرصه تاع الملح. هنا نسي نسقم هكا لي فيغين تاعي، نمسح لهم كاع الوجه تاعهم باش يجيني شباب. نكمل لي فيغين تاعي حبيباتي كامل بهذه الطريقه، ونروحوا نتلاقاو ونشوفهم في صحن التقديم. فوالا حبيباتي، التحليه تاعي راهي واجده كيما راكم تشوفوا البنات. شوفوا الكميه اللي تقطعها، يعني قلت لكم تحليه تجي زاكيه، يعني الكريمه هذيك تجي زاكيه. هاي لك البنات الصوره مقربه كيفاش تجينا التحليه تاعنا البنات. الذوق تاعها غراف بنين، يعني من اروع التحليات. يعني انا هاد التحليه البنات ما نستغناش عليها، يعني كل ما تتلف لي نعاود نولي ليها. ما فيهاش مكونات بزاف، بنينه يعني كامل يحبوها. هاي لك البنات الطبقه الاولى تاع البسكوي مع الطبقه تاع الكريمه اللي محشيه بالبنان، وهذيك الطبقه تاع المكسرات والكراميل. يا سلام. هنا حبيباتي نقرب لكم الصوره باش تشوفوها. عبالنا في رمضان كامل نقعدوا نحوسوا على التحليات، نحبوا ننوعوا هكا في سهرات رمضان ونبروفيتي، وكي تكون حاجه تكون بنينه وتعجب العائله تاعنا. هنا نجي ندوقها معكم ولا نوريكم كيفاش تجي من الداخل. يا سلام، شهيتكم في الجنة حبيبات قلبي. هذه هي كانت التحلية اللي عاودت وليت لحبيباتي بها. ان شاء الله وليت عليكم بحاجة حلوة يا الحلوات، وان شاء الله رمضان يجوز علينا بالصحة والهنا. وما ننساوش نكتروا من الأدعية والاستغفار وقراءة القرآن والتقرب من الله، يعني ما نعطيوهاش غير كوزينة. على بالي بلي احنا نسا الجزائريات كي ندخلوا الكوزينه ننساو ما مش هاي الساعه ننساوها، الوقت يجوز يجري. فوالا حبيباتي، برك الواحد ينظم برنامج التوقيت تاعو ولا البرنامج العمل تاعو، شويه هكا الطبخ، شويه الدراري مع الدراري ما داوش فاكونس مازالهم مع الاختبارات. المهم ربي قدرنا ان شاء الله ونجوزوا هذا رمضان بالصحه والهنا. وهنا حبيباتي نكون وصلت لافين تاع لا فيديو. معليا غير نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. وهنا معليا غير نقول حبيباتي وخياتي كالعاده، دمتم في امان الله.